بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنورة لقاء مختلف تماما مع شخصية طبية لها دور فاعل جدا في الحقل الطبي. طبيب من الشخصيات التي ظلت دوما في خدمة المجال الطبي والوطن السودان خارج ربوع وطن الحبيب بالمملكة العربية السعودية. لها دور كبير جدا في العمل الطبي وإسهامات إنسانية وطبية خارج حدود السودان وخارج المجال الطبي في كل الجوانب. رجل شخصية عملت لتحقيق النجاح عبر الجالية السودانية بالمدينة المنورة، قائد للجالية في كل المحافل، له إسهامات وإنجازات كبيرة. طارق اسماعيل حميدة، مرحبا بك في قناة SR، ونحن اليوم في ضيافتكم في المدينة المنورة في لقاء خاص. مرحبا بك. أهلا مرحب. والله لنا جزيل الشكر ونرحب بكم ترحاب جدا، وأنا بفتكر أن جيتكم للمدينة من أول مرة تعرفنا عليكم لاحظنا أنكم قدمتوا شيء كثير لأهل المدينة ولأهل السودان عموما. حقيقة نحن لنا الشرف بأننا حضرنا إلى مدينة الرسول ونعمل لخدمة أهل المدينة، وأنا حضرت حقيقة في يوم 21/9/1993، ومن ذلك التاريخ وأنا حتى الآن جالس في المدينة. عملت في القطاع الحكومي، والبداية كانت الانضمام لمستشفى الولادة والأطفال، ووقتها لم يكن هناك قسم لجراحة الأطفال، وقمت بتأسيس وافتتاح أول قسم لجراحة الأطفال في المدينة المنورة. وتوسعت المسألة وتم انضمام كمية كبيرة من الأطباء، وبدأنا تدريبهم من السعوديين وغير السعوديين، ومجموعة كبيرة منهم أصبحت الآن استشاريين في طب جراحة الأطفال بالمدينة، وهم ما زالوا يعملون في مستشفى ولادة الأطفال. طبعا الزمن مشى كثير جدا، وأنا وصلت سن التقاعد وتحولت من مستشفى ولادة الأطفال إلى القطاع الخاص، وطبعا ما في طريقة أني أقادر المدينة على الإطلاق. حاظل موجود في المدينة بإذن الله ولخدمة أهل المدينة، وأنا أعمل الآن في القطاع الخاص بمجمع المدينة الطبي هنا في الحسن مول، وهو مطل على جبل أحد، ودي واحدة من المناطق التاريخية في المدينة المنورة. طارق، عايزين نتعرف أكثر عن حياتك داخل الأسرة وعن الأبناء وعن الشخصية التي لا يعرفها الكثيرون عن البروف طارق اسماعيل. والله أنا كل الأسرة كانت موجودة معي هنا في المدينة المنورة، وحقيقة أن إحنا بدينا في السودان. الوالد كان مهندس مساحة بمدينة الأبيض، وهو خطط جزء كبير جدا من مدينة الأبيض وبعضها كل الأهل في شمال كردفان. نعم. وبعدها انتقل في أيام وجود الإنجليز في السودان سنة 1947، عمل بمشروع الجزيرة، وكانوا هم 3 مهندسين تم اختيارهم لإضافتهم لمشروع الجزيرة، واشتغل في مشروع الجزيرة، وهو اللي خطط مشروع المناقل يعني بدأ العمل فيه، وكان مدير مشروع المناقل. وبعدها تم التخطيط لامتداد الجنيد، إدعام المشروع اللي هو في منطقة تنبول حاليا، وهو اللي بدأ العمل هناك. ونحن من الناحية بتاع التعليم درسنا في مدارس كثيرة جدا، يعني أنا الابتدائي بديت في الأبيض، وجيت في المناقل الأولية، ودرست في 24 عبود. كانت اسمها 24 عبود قبل الثورة، وتحولت ل 24 القرشي. وبعدها مشينا المدارس الثانوية، طبعا حنتوب الثانوية مدني، وفي مدني، وبعد حنتوب تم قبولنا بكلية الطب بجامعة الخرطوم. نعم. مسيرة طيبة. نتحدث عن الأبناء. نعلم بأن لكم أطباء في المنزل والأسرة، وتتحدث عنهم أكثر. نعم. الأبناء عندي 2. الكبيرة سالي، هي طبيبة دلوقت استشارية أطفال في بريطانيا، واللي بعدها زهير، وهو معي هنا في المدينة برضو استشاري جراحة أطفال، طبيب جراحة أطفال، ويعمل في الحرس الوطني هنا في المدينة المنورة.
وهم الاثنين متزوجين ومعاهم أسرة وكذا. لهم التحية والتقدير. نعم الله يبارك فيك. مجال طب الأطفال هو مجال نادر جدا كما سردت في حديثك خلال هذه الحلقة من لقاء خاص، ولكن عايزينك تحدثنا أكثر عن الحالات الطبية الحرجة أو النادرة، سواء كانت عمليات أو سواء كان علاج داخل المدينة المنورة. من هذه الأشياء يعني هو تخصص نادر. الأطفال اللي بيجوا بتشوهات في الشفة وسقف الحلق، اللي هو بعض الناس يسموها الشفة الأرنبية، يعني يكون عندهم انشقاق في الشفة يتولدوا به، ودي حاجة وراثية بتحصل. وهنا الحقيقة يعني شاءت الظروف أنه نحن في مستشفى أولاد الأطفال أجرينا أعداد ضخمة جدا من هذه الحالات، ووصلنا إلى مرحلة أننا كتبنا كتاب خاص ونحن في مستشفى الولادة، وهو كتاب تشوهات الشفة وسقف الحلق. وده كتاب كتبناه ككتاب إرشادي للوالدين. يعني قصدنا أنه الوالدين يكونوا متابعين بطفلهم من الكتاب، يعني خطوة خطوة، على أساس أنه يتم العلاج بشكل. نعم. تشوهات الشفة وسقف الحلق دي واحدة من التخصصات النادرة اللي هي يعني تقريبا في مجال جراحة الأطفال في بعض الناس ياخذوا هذا المجال كتخصص ويكتفوا بأنه يشتغلوا في هذا المجال. نعم، هذا المجال النادر. فمكتبك عامر بعدد من التكريمات والإهداءات، وهناك في تكريم من الأمارة. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن العملية النادرة التي قمت بها في المدينة المنورة. كثير من العمليات، وأذكر منها حاجات تاريخية. منها عملية كان لطفل جزائري حضر للعمرة مع والده، وكان أساسا استخدم مادة مطهرة، هي مادة بتستخدم في الغسيل، وهذه أدت إلى حرق المريء بتاعه بالكامل، وتم انسداد المريء، وتم فتح المعدة عن طريق البطن، وتخطت له أنبوبة على أنه يتغذى بهذا الأنبوب وبس، ما يقدر يأخذ أي حاجة في فمه. وجاء بالصدفة وأرسل لي في المستشفى، وتم إدخاله المستشفى. وطبعا على أنه نكون قانونيين في العمل، أخذنا الأوراق بتاعته وأرسلناها إلى الأمارة. وفي وقتها كان الأمير مقرن في المدينة المنورة في هذاك الوقت، وهو تبنى الموضوع بتاع هذا الطفل، وكتب خطاب بأنه يدخله المستشفى وإجراء العملية بشكل مجاني وبشكل مباشر. وحقيقة قمت بإجراء هذه العملية، وهي واحدة من العمليات النادرة. يعني ما في مريء، شلنا المريء كامل وشلنا حتة من القولون بتاعه وصلناها بدل المريء. وهذا الطفل اندهش أنه يعني بعد سنين بدأ يشرب ويأكل، وحتى الأسرة وظلوا على اتصال بي. وحتى يعني بعد ما رجع كل سنة بيجوا بيزوروني في المدينة وكذا، واستمرت. وبتذكر من قبل أحد الصحفيين سمع بهذا الموضوع وتم نشره في جريدة صحيفة عكاظ سعودية، وأنا فوجئت بهذا الموضوع لما جتني هذه الجريدة كهدية وكذا. واستمر هذا الطفل. والشيء المفاجئ أكثر، قبل 8 شهور جاتني دعوة لحضور زواج هذا الإنسان في الجزائر. عمل إنساني وتحول لعمل اجتماعي وتواصل. المدينة المنورة في مكتبك من داخل مكتبك في المجمع الطبي، وسعيدين جدا أن نسرد عدد من القصص وعدد من الحكاوي التي تتعلق بالمجال الطبي وغير الطبي. يمكن يكون مجال الطب هو مجال إنساني في المقام الأول قبل أن يكون مجال طبي بحت. نواصل معك، وهناك تكريم من الأمارة. يمكن على بذكر هذا الخصوص، هناك تكريم تم للدكتور طارق إسماعيل.
كرمت من الأمارة بسبب العمل يعني اللي أنا بقدمه، وأنا أساسا جيت عشان أخدم أهل المدينة. وأنا هذا يعني واجبك. هذا هو الواجب يعني. وأنا أشكر الناس اللي حسوا بأنه أنا قايم بعمل يعني. جملة تكريمات يمكن في المكتب وخلال زيارة الصدارة في منزلك في زيارتنا السابقة، يمكن عدد من التكريمات عايزينك تسرد لنا أكثر، ويمكن الكاميرا موضحة أكثر عدد من الإهداءات داخل مكتبك. الأشياء هو بتحصل مفاجآت للإنسان يعني، تجيك فجأة تكون أنت قمت بحاجة وتجيك فجأة كده شيء يثبت أنك أنت يعني شاركت في عمل الناس تفخر به يعني وكده. فربنا وفقنا فأننا نخدم البشر وبالذات في المدينة المنورة. كذلك تم تكريمك في مهرجان مسقط للصدارة على ذكر ليك يمكن يكون آخر تكريم الصدارة. كان شيء جميل يعني. أنا حقيقة دعيت وصحيفة الصدارة يعني كانت مناسبة مدهشة بالنسبة لي، وحسيت بشكر جزيل يعني للشيء اللي قدموه لي، وحسيت بأنه ما زلنا على علاقة ببلد أنه الناس فيها فخورة بالشيء بيقوموا به، والناس حتى خارج البلد. نعم. تواصل لقاؤنا اليوم في المدينة المنورة مع الاستشاري طب وجراحة الأطفال بروف طارق إسماعيل حميدة. هو لقاء عهدناه أن يكون لقاء طبي كامل، ولكن نعرج قليلا عن منصبه في الجالية، وهو رئيس الجالية السودانية بالمدينة المنورة مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن الجالية وعن مقدمك للرئاسة والنجاحات التي تمت مؤخرا. حقيقة شاءت الظروف، ومن البداية من أول ما وصلت المدينة شاركنا في تكوين الجاليات في الفترة ديك، وكان معانا يعني ناس من خيرة الناس الموجودين في المدينة المنورة. بدايتهم كان الأستاذ الكبير الدكتور عبد العزيز محمد عثمان الله يرحمه توفي، وهذا من الأساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو أحد الناس اللي شاركوا في يمكن طباعة المصحف الأول بالمدينة المنورة. وهذا كان شرف كبير جدا للسودان أنه يكون في شخص في المدينة المنورة. وطلبته دلوقتي كلهم أساتذة كبار في الجامعات وأئمة في المساجد كده. يا سلام. وتواصلنا في العمل، وحتى جات الفترة الأخيرة دي قمنا طبعا شاركنا في أنه نكون جالية. وبالنسبة للظروف بتاعت السودان في الفترة الأخيرة رأينا أن الجالية لابد أن تكون جالية مهنية، يعني أبعدناها من كل التعامل مع الأحزاب والجهات السياسية وكده. وقامت الجالية من عدة قطاعات، اللي هو قطاع الأشخاص الموجودين بالمدينة، هم أساتذة الجامعات والمعلمين، الأطباء والصيادلة، الفنيين في قطاع الخدمات الصحية، الاقتصاديين والمحاسبين، القانونيين من قضاة ومحامين، الأطباء البيطريين والمهندسين والزراعيين، والأشخاص المسؤولين من تقنية المعلومات وقطاع الخدمات التجارية، والعمال والحرفيين والكيانات الرياضية والشبابية. هذه هي المجموعات كونت منها الجالية المهنية اللي تم تكوين الجالية منها. يعني قصدنا أنه التكوين ما يكون قائم على أي أسس سياسية للوضع بتاع السودان. وتم تكوين الجالية، وتم تكوين يعني مجلس تنفيذي بحيث أنه من كل مهنة في 3 ممثلين للمهنة، ومنهم تم تكوين الشكل الكامل بتاع اللجنة التنفيذية بتاعت الجالية. تمت يعني تكوين أجسام أخرى يعني مساندة للجالية، على أساس أنه مثلا يكون في مكتب قانوني، وتم اختيار مجموعة من القانونيين، ودي مسألة مهمة جدا في خدمات السودانيين موجودين بسبب القضايا، بسبب المشاكل اللي ممكن تحصل للناس وكده. وفي مكتب مالي، وده يعني برضو مسؤول من أنه يعني يقدم الخدمات للناس وكده. وفي مكتب الخدمات
الاجتماعية والخدمات والشؤون الاجتماعية، وفي مكتب إعلامي، في مكتب الاتصالات والعلاقات، في مكتب لشؤون المرأة والطفل، مكتب لشؤون الشباب والرياضة، في مكتب لشؤون الأوقاف وخدمات الحج والعمرة. وبمناسبة الأوقاف دي طبعا في أوقاف سودانية كثيرة جدا كانت موجودة هنا في السعودية، وبالذات في منطقة المدينة المنورة كان في حوالي 87 وقف سوداني موجودة في المدينة المنورة، وأغلبها كان يعني الأوقاف السنارية هي مجموعة بتاع العمارات، وفي أوقاف حكومية يعني أنشأت الحكومة السودانية من فترة إبراهيم عبود كان في تأسيس. هذا ما يتعلق بالجالية السودانية، وأنت على رأس المكتب التنفيذي في الجالية ورئيس الجالية في المدينة المنورة. نحن نعود معك مباشرة لجملة محطات هامة مضيئة في تاريخك التليد، يعني ممكن نتحدث عن المحطات المضيئة التي تتعلق بالمرور طارق إسماعيل. والله يعني طبعا من ناحية بتاع الدراسة كانت يعني عملت بعد التخرج أستاذ في جامعة الخرطوم، وتخصصت في جامعة الخرطوم، أخذت الزمالة كلية الجراحين في جامعة الخرطوم، وأصبحت محاضر في الجامعة، واشتغلت في مستشفى الخرطوم كرئيس لقسم الجراحة. مستشفى الخرطوم كان فيه يعني هو مقسوم بين وزارة الصحة وبين الجامعة، وأنا كنت رئيس قسم الجامعي، وكان معنا أخونا أحمد الفحل برضو، كنا متشاركين في إدارة العمل في قسم الجراحة. وطبعا كان في كمية من الأساتذة بتاعنا، يعني الواحد يذكر منهم المرحوم شوقي المصري، المرحوم بروفيسور عمر بليل، المرحوم شاكر زين العابدين، وبالإضافة لأساتذة آخرين يعني اللي أسسوا جراحة الأطفال أسسوا جراحة القلب في السودان في ذلك الوقت، ودي كلنا عملنا معاهم في الوقت في ذلك الوقت. نعم. وما زال أخونا وأستاذنا الدكتور خالد ياجي برضو هو كان من الناس المؤسسين لأقسام الجراحة وتم تأسيس مستشفى سوبا الجامعي واللي هو افتتحه بروفيسور عمر بليل. نعم. وعملنا فيه من ما أن احنا كنا طلاب، وعملنا فيه أن احنا أساتذة بجامعة الخرطوم. طبعا في مسائل تانية كثيرة جدا، يعني تم تكوين النقابة الأطباء وشاركنا في تكوينها، وأنا قمت بتكوين في ذلك الوقت بتكوين نقابة الأطباء في بريطانيا. نعم. أنا اللي كان كونتها بحكم أنه عدد الأطباء السودانيين الشغالين في بريطانيا كانت أعداد كبيرة جدا من الأطباء، وكان لابد أنه يكون عندهم دور في العمل النقابي في السودان. والنقابات في ذلك الوقت كان لها دور كبير جدا في العمل حتى في النشاط السياسي في السودان. وكانت الحكاية دي مقدرة، وطبعا حصل تغييرات في الحكومات، يعني بقت المسائل النقابية دي ما عندها دور في الفترة الأخيرة. نعم. الدراسات العليا أيضا كانت محطات هامة جدا. نعم، طبعا بديت بجامعة الخرطوم، وبعدها رحت إلى إيرلندا وعملت تخرجت من كزميل لكلية الجراحين الملكية في دبلن. نعم. وبعدها كلية الجراحين الملكية في لندن، وعملت في كمية من المستشفيات في بريطانيا. وأنا من بريطانيا رجعت للسودان، اشتغلت كأستاذ، استمرت كأستاذ في جامعة الخرطوم. وشاءت الظروف أنه حصلت بعض المشاكل كده في السودان، خرجت ورجعت للعمل في بريطانيا مرة ثانية. درست فيها ودرست فيها. نعم. لهم التحية وعملت في كلية الملكية، يعني الملكة كانت بتجي تزور المستشفى، ونحن شغالين في ذلك المستشفى، المستشفى الملكي اليزابيث في بريطانيا. ومن بريطانيا أنا حضرت هنا مباشرة للمدينة المنورة، وتعاقدت مع
وزارة الصحة هنا في السعودية في 21/9/93، وحضرت للعمل هنا في المدينة المنورة. كان في الرياض وتحولت إلى المدينة المنورة تقريبا. لا، أنا من البداية جيت في المدينة المنورة. كانت يعني العقد الأولاني كان في الرياض، لكن ما اشتغلت في الرياض يعني غير أيام بسيطة جدا وجيت هنا المدينة. لقاء كان كبير مع البروف دكتور طارق إسماعيل حميدة، استشاري طب وجراحة الأطفال. لقاء يمكن كان حافل بعدد من المحطات الداخلية والخارجية في الحقل الطبي. نحن نشكر الدكتور طارق على هذا الوقت القالي اليوم في حضرة SR قناة SR. وفي قبل أن نبارح هذا المكان ونحن على مشارف الختام، تحدثنا عن الجمعية الخاصة بالأطفال على مستوى بريطانيا أو على مستوى العرب أو على مستوى السعودية، وأنت عضو مؤسس لهذه الجمعية. هنالك عدة جمعيات وتخص التخصصات الطبية، وبالتأكيد في جمعيات لجراحة الأطفال، وأنا كنت عضو في جمعية جراحية الأطفال البريطانية، وعضو في جمعية جراحية الأطفال العرب الجمعية العربية، وعضو مؤسس في جمعية جراحية الأطفال السعودية، وعضو مؤسس في جمعية جراحية الأطفال في السودان. مشوار حافل في الجمعيات يمكن على مستوى منوع، يعني على مستوى العرب أو على مستوى بريطانيا. إنه ختاما ماذا أنت قائل؟ جزيل لهذا التوثيق، يعني حسيت بأنه ما زال السودان حتى خارج السودان موجود. يا سلام. وده اللي حاصل حسي، ولا أنا بحب عاوز أنبه لكل الناس ليه، أنه يعني يمكن في داخل البلد ما أصبح هنالك ما يسمى السودان، لكن السودان موجود دلوقتي في السعودية، وموجود في بريطانيا، وموجود في أمريكا. يعني كل فطاحلة المهن موجودين في الخارج، وباسم السودان نحن بنخدم الدول اللي نحن فيها. نعم يا سلام. وهذا شيء يعني لابد أن الناس كلها تراعي هذه المسألة وتستمر في خدمتها للبشر في كل. أشكركم أنتم شكر جزيل للخدمة الإعلامية اللي أنتم قايمين بها، وده شيء فعلا يعني يشبه السودان. كان لقاء طبي من العيار الثقيل مع شخصية يصعب الوصول إليها، الدكتور طارق إسماعيل حميدة، استشاري طب وجراحة الأطفال، عضو الجمعية الطبية لجراحة الأطفال على مستوى بريطانيا، على مستوى السعودية، وعلى مستوى السودان، رئيس الجالية السودانية بالمدينة المنورة مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الختام أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.